ده واحد صاحبي صيني وده واحد جاي معايا بس ما اعرفوش، واكيد باين عليه ان هو صيني برضه. طبعا انا مش محتاج احلف لك، الدليل قدامك اهو. مش ده موضوعنا ومش ده اللي انا جاي اقوله. صديقي الصيني ده جاي من الصين وجاب لي هديه معايا عباره عن علبه شكلها غريب، التغليف والكيس حاجه مبهره. انا فرحت قلت جايب لي حاجه تكنولوجيه ولا موبايل حتى. فتحت العلبه وانا متحمس جدا، يا ترى ايه اللي جوه العلبه؟ لو انت جامد بقى وقف الفيديو واكتب لي كده في الكومنتات العلبه دي فيها ايه. طيب انا فتحت العلبه لقيت فيها 6 باكيتات، حتى تغليف الباكيتات الداخليه شكله رايق قوي. ما اخبيش عليك بصراحه، يعني احلامي وطموحاتي كلها اتدمرت اول ما شفت الباكيتات دي. المهم ما طولش عليك، خدت باكيت منهم وفتحته عشان الاقي جوه بقى حاجه شكلها عجيب شويه. يعني هو كل التغليف ده عشان شويه ورق شجر اسود ناشف. قمت واخد بعضي وطالع على شات جي بي تي وسالته ايه ده يا حاج، واكتشفت ان ده شاي صيني فاخر. او ربنا زي ما بقول لك طلع شاي، بس شاي صخري جبلي. المهم ان هو شاي فاخر وبيتشرب بطريقه صينيه كده مخصوص، مش زي الشاي العادي. يا ما جاب الغراب لامه. طبعا نحب نشكر صديقنا الصيني على الهديه الجميله اللي هو جابها لي. اكتبوا لي في التعليقات لو عايزين تعرفوا الشاي الصيني ده بيتشرب ازاي بالظبط، ويا ريت تكتبوا لي كمان في التعليقات لو حد شرب الشاي الصيني ده قبل كده ولا لا. وبس كده، سلام.